مرحبا، أتمنى أن تكونوا بأحسن حال وعزائي لضحايا أسر زلزال تركيا وسوريا. سأتحدث في هذا الفيديو عن تناقضات العقلية الإيمانية وبالأخص عقل المسلم. المسلم يعتقد أن الزلزال الذي حدث هو ابتلاء وامتحان من الله لأنه حصل في بلاد إسلامية، ولو حصل نفس الزلزال في دولة غربية أو في أمريكا لقالوا أن هذا عقاب من الله لأنهم كفار ولا يؤمنون بالإسلام ولا بالنبي محمد. طيب إذا كان هذا الزلزال مقدر من الله على السوريين سواء ابتلاء أو امتحان، لماذا تدعون الله لينقذ الضحايا الذين تحت الأنقاض أو من بقي منهم بالأصح؟ إذا كان هو الذي قدر هذا الزلزال ليبتليهم، لماذا تدعون نفس من قدر هذا الزلزال أن ينقذهم؟ ولماذا تدعونه ليشفي الجرحى وهو من أدى لحصول جراحهم لكي يبتليهم؟ تناقضات عجيبة غريبة. البعض قد يقول الله لم يأمر بالزلزال لكي يقتل ويسحق 21 ألف طفل وامرأة ورجل تحت الأنقاض، هو فقط خلق الكون وخلق الأرض وخلق كل هذه القوانين التي تسير هذه الطبيعة، لكن عنده فقط علم بوقوع هذه الكوارث لأن عنده علم الساعة ويعلم تحديدا متى ستقع هذه الكارثة. طيب إذا كان الإله يعلم متى ستقع هذه الكارثة، هذه مسؤولية. لماذا لم يبلغ الناس بشكل من الأشكال التي تليق بقدرته كما يقول؟ لماذا لم يبلغ الناس حتى يخرجوا من منازلهم؟ طيب لو كان هناك جهة ما لديها علم بوقوع هذا الزلزال وامتنعت عن إبلاغ الناس، لكان الناس اعتبروها مجرمة واعتبروا أن هذه الجهة سواء مركز رصد الزلازل أو جهة علمية أو حتى جهة مخابراتية ما، وامتنعت عن إبلاغ الناس بوقوع كارثة من الكوارث، أي كارثة من الكوارث زي حق مثلا اللي حصلت في بيروت، الانفجار الذي حصل في الميناء، سيعاقب الذي لديه علم بهذه الكارثة ولم يبلغ عنها لأنه مجرم مشارك في القتل. لماذا تقولون أن الله يعلم بهذه الكارثة ولم يبلغ الناس؟ ثانيا، إذا كان يعلم بهذه الكارثة ولم يبلغ الناس، لماذا تدعونه لكي يشفيهم طالما هو يعلم ولم يكترث لأحوال هؤلاء الناس؟ لماذا تدعونه لكي ينقذ بعض الناس الذين تحت الأنقاض وهو الذي قتل إخوانهم وأشقائهم وأبنائهم في نفس الكارثة؟ كيف يعني يمكن أن تجمعوا كل هذه التناقضات في بوتقة واحدة؟ نلاحظ الدعوات أثناء إنقاذ الضحايا يا الله يا الله. طيب أما الإله إما أنه قدر وبالتالي هو الذي صنع هذه الكارثة، أو أنه كان يعلم وامتنع وبالتالي هو الذي لم يتسبب في إنقاذ الضحايا بالإبلاغ لو تم إبلاغهم. لا أدري كيف يمكن أن يؤمن المؤمن بكل هذه التناقضات والمشكلة أنه يقول أن هذا الإله رحيم، هذا الإله حكيم، هذا الإله عادل. أين العدل في سحق؟ أين الرحمة في سحق 21 ألف إنسان، طفل وامرأة ورجل وهم نيام في منازلهم؟ أين الرحمة؟ أين العدل في مثل هذه الأمور؟ أين الحكمة في مثل هذه الأمور؟ أنا والله لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن أن يقبل العقل كل هذه التناقضات حول موقف واحد، وبعدها لما يخرج طفل ناجي ولا امرأة ولا رجل يقولوا الله لطف به. طيب لماذا لم يلطف بالبقية؟ لماذا لم يلطف ب21 ألف؟ إذا كان الله لطيف خبير لماذا لم يمنع وقوع الكارثة أو على الأقل يبلغ عنها؟ كيف تقبلون كل هذه التناقضات في نفس هذا الموقف؟ طبعا أنا لا أقول أنه لا يوجد سبب وراء هذا الكون بمجراته ب200 مليار مجرة، أكيد هناك سبب ما وراءه، لكنه ليس هذا التصور البدائي السطحي، التصور العبثي الذي يصور أن هناك إله وهو رحيم وهو حكيم ويتسبب بكل هذه الكوارث أو لا يبلغنا بها. لا أتصور وجود هذا الإله بهذا الشكل وبهذا التصور الخرافي الذي تصنعه الأديان. أنا لا أتصور أن السبب الذي أوجد هذا الكون، وهذا الكون به تقريبا 200 مليار مجرة، ومجرتنا مجرة درب التبانة بها 400 مليار مجموعة مشابهة للمجموعة الشمسية. تخيلوا الأرقام المهولة والأعداد الهائلة جدا. ثم يأتي من سبب أو من أوجد هذا الكون الهائل ليطلب من سكان هذه الكرة الأرضية والتي هي لا تساوي ذرة. يعني لو كان الكون مثل الكرة الأرضية في حجمه لكانت الأرض كحبة رمل في ساحل من السواحل، ثم داخل حبة الرمل هذا يوجد البشر ويوجد كل الكائنات التي على الأرض، ثم هذا الذي يملك هذا الكون الهائل أو هذه الكرة العملاقة يطلب من الذين يعيشون هذه الميكروبات التي تعيش في هذه الذرة أن يسبحوا له وأن يسجدوا له وأن يتعبدوه 5 مرات في اليوم وأن يضعوا وجوههم وجباههم على الأرض
لماذا هذا العبث؟ ولماذا يحتاج مثل هذه الأمور وهو يمتلك 200 مليار مجرة ويمتلك 400 مليار مجموعة داخل فقط مجرة درب التبانة؟ لماذا يعبث بهؤلاء الناس هكذا؟ لماذا يسبب لهم الكوارث حتى يدعونه وحتى يثبت أنه إله قوي، أنه قادر، وأنه لماذا كل هذا؟ شيء عجيب غريب. هناك سبب وراء الكون، لكن تصورات الأديان هي تصورات خرافية، تصورات أسطورية. الهدف من مثل هذه الفيديوهات هي توعية الناس أنه لا تركنوا، أن هناك إله سيرحم أو سينقذكم أو سيحل هذه المشكلات. عليكم أن تتبعوا العلوم، تصدقوا العلوم. لو بنيت المنازل التي في تركيا وسوريا، وبالأخص في هذه المناطق التي هي مؤهلة للزلازل لأنهم يعرفون ذلك، لو بنيت وفقا لمعايير تمنع تضرر هذه المباني أو على الأقل تخفف من أضرارها، لما حدثت الكارثة. نحن نرى اليابان مثلا كيف يبنون وكيف استخدموا الهندسة في مواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية. وبالتالي هذه التصورات الخرافية وأن الله يقدر وأن الله وراء كل شيء تمنع الإنسان من أن يحمي نفسه، باعتبار أنه ضعيف ولا يستطيع أن يقي نفسه إذا أراد الله أن يقتله. ما فيش إله قاتل، ما فيش إله يريد أن تموت، ما فيش إله يحرك الأرض هكذا يلعب بها زي البلاي ستيشن حتى تموت. هذه تصورات يعني لا أريد أن أصفها بأوصاف قد تكون غير لائقة. اعتمدوا على العلم، اعتمدوا على المعرفة، اعتمدوا على كيف مواجهة هذه الظروف الطبيعية بدون هذه التصورات الخرافية. أعود وأكرر عزائي وتمنياتي بالشفاء لكل الجرحى، وأدعو الناس جميعا للتبرع لسوريا ولتركيا، وأن يتبرعوا عبر المنصات الرسمية الحكومية أو عبر المؤسسات الدولية المضمونة التي يمكن أن نثق أنها ستصل أو ستوصل هذه المساعدات إلى أصحابها. وفي الأخير تحياتي لكم، وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية.